ازيكم عاملين ايه؟ عاوزين نعمل مع بعض النهارده الصينيه القمر دي. هي صينيه بط بالخضار. بصوا يعني البط بالرغم من سوى الخضار غير سوى البط، لكن بصوا الخضار طالع مستوي معاها بس مش مهري، ماسك نفسه ومستوي جدا في نفس الوقت. والبط طالعه اللحم بتاعها دايب زي ما انتوا شايفين يعني. اللحم بتاعها دايب بيدوب في البق حرفيا يعني. حتى بطلعه في الشوكة بصوا متفتفت من كتر ما هو دايب يعني. وهنا كمان بصوا بوريكم برضو البطة منفصل اللحم عن العظم، ده يدل على ان هو يعني مستوي جدا ودايب على الاخر يعني. طبعا الموضوع بيبدأ من لازم التنظيف هو اللي بيفرق جدا في النتيجة النهائية. فهنا اصلا بنضفها بالدقيق، برش عليها دقيق في كل اجزاء فيها من بره ومن جوه، بتعكها كويس قوي بالدقيق من بره ومن جوه. بعد كده بسيبها شويه وارجع اشطفها بميه الحنفيه حتى عادي، بشطفها كويس قوي عشان نشيل اي بواقي للدقيق. بعد كده بنجيب ميه، بنحط الميه في الصينيه، بنتبلها، بنحط ملح وفلفل اسود بس. بننقع فيهم البطه 10 دقايق، من 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، على حسب وقتكم، بس أقل حاجة 10 دقايق. بنقلب الملح والفلفل الأسود ونحط فيهم البطة. بنحط برضو ليمون، بيفرق جدا، بيشيل أي زفارة أو طعم غير مستحب في البطة. بعد ما يخلص الوقت بنشطفها. هنا جبنا بصل وطماطم عاملينه في البروسيسور، متبلينه بملح وفلفل أسود. ممكن تحطوا اي توابل مفضله لو تحبوا، بس هو كفايه قوي ملح وفلفل اسود. بنتبل بيهم البط. هنا بس بعمل فتحات في البط علشان التتبيله تتخلل كل جزء في البط. تتبيله بسيطه جدا وفي نفس الوقت بتدي طعم تحفه يعني. هي التتبيله بس طماطم، بصل، ملح وفلفل اسود. ممكن تحطوا رشه قرفه، تحطوا بهارات، خلطه كاري، اي حاجه انتوا عايزينها، بس يعني هو التتبيله دي بتبقى كفايه جدا يعني، بتدي طعم رهيب. وهنتبل هنا البطه من ورا برضو من كل اجزائها. تمام. بعد كده هنجيب الخضار، هنجيب خضار احنا مقطعينه تقطيع سميك، اي خضروات تفضلوها. هنجيب بطاطس وكوسه وجزر ومقطعهم تقطيع سميك، وده السر علشان يستووا مع البط نفس السوا، ياخدوا مع البط ما يتهروش، يستووا في نفس الوقت ما يتهروش. ده السر في الموضوع يعني، ان هو يطلع بنفس يعني ياخد نفس وقت تسوية البط من غير ما يتهري. هنتبله بنفس التتبيله، نقلبه كويس قوي. بعد كده هنجيب صينيه ونحط فيها الخضار المتبل ده، وهنحط عليهم البطه. نحط كل الخضار وهنحط عليهم البطه، وطبعا هنحط لهم ميه، يعني هنحط ميه علشان الخضار ما يتحرقش اثناء التسويه. فهنحط هنا ميه، واحنا بنحط الميه بنحط على الاركين كده عشان التتبيله ما تتشالش من على البط. وميه، وهنا حطيت الخضار جوه البط وحطيت برضو عليه ميه. هنغطيها بالفويل وندخلها الفرن درجه حراره 200 رف اوسط، تاخد حوالي ساعتين، ممكن ساعتين وربع حسب الفرن، ويطلع يعني بالشكل القمر